السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. هنتكلم النهاردة عن مراجعة ليلة الامتحان ماتش الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري. الماتش ده ان شاء الله بكرة ان شاء الله. الماتش ده يخلص بفوز لنادي الزمالك، وده توقعي وتمني الاتنين، لان الزمالك انا لما اتفرجت على الماتش بتاع اتحاد العاصمة واولمبيك اسفي، وليه اتفرجت على الماتش ده تحديدا، ان اتحاد العاصمة مش فريق قوي خالص. وسامعك يا اللي هتقول لي مش ده اللي لسه واخد السوبر من 3 سنين من الاهلي؟ لا، مش ده خالص، مش ده نفس اللعيبه ولا نفس المستوى ولا نفس المدرب. يعني الفريق كله اتغير. تقريبا الفريق ده مش باقي فيه غير مدافع وحارس او 2 مدافعين وحارس، حاجه كده يعني. تقريبا 3 لعيبه بس اللي باقيين من اللي خدوا السوبر من الاهلي. ولكن هو فعلا الفريق مش قوي. انا اتفرجت على ماتش اولمبيك اسفي. انا عايز افهم ده ازاي. من الماتش الذهاب بتاع الزمالك ازاي اتحاد العاصمه ده صعد، فلما شفت اولمبيك اسفي عرفت اولمبيك اسفي عنده اساسيات الكوره مش موجوده خالص. يعني ما عندهمش لعيب بيعمل ترن ويودي ثرو. مفيش. اتحاد العاصمه عنده كوارث. بس قبل ما نتكلم في النقطه دي، عايز اتكلم معاكم واخد رايكم في حاجه. كابتن معتمد جمال يكمل، ولا سواء كسب البطولة او ما كسبش؟ خلينا نكون واضحين، بطولة الكونفدرالية انت ممكن تخسرها على غلطة لاعب زي حسام عبد المجيد بالظبط. كورة عرضية عادية جدا، طلع قرر ان هو يدي رجل ترابل اتش في ظهر الواد، فعادي جدا وارد تخسر بسبب غلطة لاعب زي حسام عبد المجيد. طيب هل بقى لو انا خسرتها اقرر ان انا امشي كابتن معتمد جمال وانسى كل اللي عمله طول السيزون؟ انسى اصلا ان انا كنتش مرشح لاي حاجه في بطوله الكونفدراليه؟ ناهيك على الدوري انت الزمالك الاسبوع ده اسبوع فيصلي، اسبوع مهم جدا، اكون او لا اكون. فالدوري يوم الاربع هيتحسم. انت محتاج نقطه، الزمالك محتاج نقطه عشان يكسب. بس هقول لك على حاجه، الدوري ممكن برضو الزمالك ما كانش ليه ان هو يروح، ان هو يفكر ان هو ياخد البطوله، وده اعجاز معمول. ولما هياخد البطوله هيبقى اعجاز فعلا، وهيبقى دوري قوي جدا. تمام. ولكن ولكن انت كابتن معتمد جمال هيتقالك انت ما نهيتش الدوري من بدري ليه؟ فدي متفهمه. افريقيا ما افتكرش ان حد يلوم على كابتن معتمد جمال. طب حتى لو كابتن معتمد جمال خد بقى البطولتين، وده رايي، كابتن معتمد جمال ما ينفعش يكمل. ليه كابتن معتمد جمال ليه كابتن معتمد جمال ما ينفعش يكمل؟ ان كابتن معتمد جمال هو جه على فريق مش باقي على حاجه، فقرر يبقى فيه ثواب وعقاب. قرر ان اللعيب اللي هيقلب وشه وشكرا ما ننحرمش، زي ما حصل مع محمد صبحي ومحمد عواد واللعيبه دي كلها. وده اللي وصل ان المهدي سليمان بقى هو اللي بيلعب دلوقتي اصلا، وبقى في ناس بتطالب ان هو يبقى حارس المنتخب في كاس العالم. فكابتن معتمد جمال قدر يعمل ده. طب هل هيقدر يعمل ده مع النجوم اللي الزمالك هيجيبها لو كسب الدوري او كسب كونفدرالية؟ وده الاقرب. افتكر ان ده مش هينفع. كابتن معتمد جمال نقطة قوته كلها كان بيلعب على التحولات. لما قرر الفرق اللي قدامه تسيب له الكورة وابني انت الهجمة، وقف. زي ما حصل في ماتش انبي، وحصل في ماتش الاهلي، وحصل في ماتش سموحة. في ماتش سموحة نزل بزيرة ربع ساعة عشان يجيب له المكسب. فكابتن معتمد جمال هيبقى عنده مشاكل فنية ومشاكل إدارية. عنده الاتنين دول هيبقوا مشكلة. لو سبت له الفرقة زي ما هي كده هيبقى نفس الأوبشن، أنت مش مطالب منه بحاجة. وده ساعتها مش هيعجب جماهير الزمالك، لأن جماهير الزمالك هتقول لك يا باشا أنا بنفس الفرقة دي خدت كونفدرالية ودوري، أنا بحق إن أنا آخد دوري على الأقل. فكابتن معتمد جمال ده رأيي الشخصي إن هو ما يكملش إلا لو أنت اديته بقى صلاحيات كتير بنيت لعبك على ان هو هيبقى تحولات. وبرضه الزمالك مش هينفع يبقى نادي تحولات، خلينا نكون واضحين. انت قبلت كجمهور الزمالك انه يبقى نادي تحولات في الموسم ده بس، انما غير كده مش هتقبل. انت عايز تلعب بكورتك وعايز مدرسة الفن والهندسة والكلام ده كله، فهتبقى عايز تقول لكابتن معتمد جمال شكرا لو هو فضل بنفس التفكير ده. نرجع للماتش بتاع اولمبيك اسفي واتحاد العاصمه. في ماتش اولمبيك اسفي واتحاد العاصمه ظهر قصور قويه جدا عند نادي اتحاد العاصمه، وبرده كانت موجوده في ماتش الذهاب بتاع الزمالك. هتلاقي ان في ماتش اتحاد العاصمه واولمبيك اسفي العمق عندهم فيه مشكله خطيره جدا جدا جدا. ما عندهمش اللعيبه العمق، يعني الترحيل، يعني انت اللعيبه بتاعتك ما بتتحركش صح. اللعيبه ما بتقفلش ممرات التمرير، يعني ما بيقفش قدام اللعيب اللي هيباص يقفل عليه الباص، لا سايبه براحته.
طيب اللعيبه نفسها لما بتيجي ترحل مع الكوره بتترحل متاخر، فتلاقي ان انت لما تيجي تعمل عرضيه من اليمين للشمال هي وارد جدا تلاقيها وصلت للجناح بسهوله، او الباك لو مكمل عادي. طيب والعمق، انت لو الفرقه زي اولمبيك اسفي دي لو عندها عبد الله السعيد كان كسبت مرتاح. طب هم ضعفاء قوي كده، ما عندهمش نقطه قوه، عندهم نقطه قوه واحده بس، حارس المرمى. حارس المرمى بتاعهم عنده تراي قوي جدا، عنده سرعه رد فعل، فهيبقى بيشكل ازمه. طيب ايه التشكيل اللي انا شايفه يكون مناسب للماتش ده بالنسبه للزمالك؟ طبعا حراسه المرمى المهدي سليمان، هنبدا من اليمين للشمال. باك يمين لازم 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 يكون باك يمين، ما يبقاش محمد اسماعيل، مش هينفع، لازم يبقى باك يمين، سواء عمر جابر او محمد ابراهيم. محمد ابراهيم يلعب عادي. مساكين الونش وحسام عبد المجيد. وهنا بقى ناخد ملحوظه مهمه، حسام عبد المجيد ما ينفعش يبدا لعب، ما ينفعش يبني لعب من عنده. اللاعب ده هاخد احصائيه مهمه جدا ليه، في ان هو في الدوري او اوفرول الموسم واصل لنسبه تمريرات صحيحه 35%. دي كارثه، كارثه كبيره جدا، ما ينفعش ان انا ابني بيها لعب. هنيجي عند الباك الشمال، هنتكلم للاسف انت مجبر دلوقتي تلعب بفتوح. هنلعب بفتوح لان انت اوريدي بعد طرد بنتايك ما قدامكش غير ان انت تلعب بفتوح. هنيجي نتكلم على نص الملعب. نص الملعب لازم يبقى محمد شحاتة في النص، عشان هو اللي يرجع مع خط الدفاع، يكون عامل التالت بتاعهم والعمق بتاعهم. وعلى اليمين او على الشمال عبد الله السعيد ومحمد سيد او ادم كايد، دي مش هتفرق. ليه انا كنت بقول لك ان لازم الباك اليمين يبقى باك يمين؟ لان الباك اليمين لما هيكون باك يمين هيساعدك في الكرات العرضيه اللي لما هيزيد، لان انت لازم هتحتاجه. لان بزيرة طبيعي في ماتش زي ده هيخش جوه في العمق فيفتح المسافه اللي قدامه. فلو عنده عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لو جري في المسافه دي هيعمل مشكله بعد كده في الشوط الثاني. فانت محتاج باك يكمل رايح راجع. هيبقى بزير على اليمين، عدي الدباغ على الشمال، وقدامهم ناصر المنسي. التشكيل ده هو الانسب للماتش ده. انت محتاج باكين يطيروا، لان خد بالك من حاجه، فريق اتحاد العاصمه بقى عنده مشكله. ايه هي؟ اتحاد العاصمه لو انا كباك رجعت، الجناح هيرجع معايا لحد الاخر، فانا هسيب خط النص فاضي، فانا هفضي نص الملعب لبزيرة يعمل الكره اللي بيحبها، اللي هي ايه؟ الكره العكسيه، الاوفر العكسي، ويوصل المهاجم. فانا هنا حطيت ده وحطيت اساس صح. تعال نشوف مع بعض بقى، تعال نشوف مع بعض مشاكل فريق اتحاد العاصمه في ماتش اولمبيك اسفي. ماتش اولمبيك اسفي سواء قبل ما الجون يجيبوه او قبل ما يجيبوا الجون. اول حاله في الماتش دي هجمه من ناحيه الشمال بالنسبه لاولمبيك اسفي، اللي هو ناحيه الباك اليمين لنادي اتحاد العاصمه. بص هتلاقي ان الكوره اتلعبت. حاجه قبل ما الكوره تتلعب ان في اتنين في نص الملعب لوحدهم من غير اي حد. طب الكره العرضيه هتترفع، هتوصل لحد الجناح التاني، ودي المشكله بقولك عليها في الترحيل. بص اللعيب لوحده ازاي، فاللعيب ده هيعمل عرضيه، الحارس هيعمل التراي. بص هنا الكره دي كونتر اتاك، تحول سريع. بص اللاعب اللي في النص ده، اللعيب اللي في النص ده ايه اللي هيحصل له؟ هيبقى لوحده، مع ان المفروض كان اي حد ممكن يقابله، لكن برضه هي عندهم مشكله في العمق. العمق عندهم ضعيف جدا. الكره التانيه اللي برضه من عند الباك اليمين بتاعهم، شوف اللاعب ده ممكن يعمل ايه قبل ما يشوط الكوره. اللاعب ده هيشوط الكوره، بص في لعيب على دايره السنتر اهي، على دايره ال 18، بصيله اعملوا اي حاجه، لا هو قرر برضو ان هو ياخد التصويب. دي نقطه العمق اللي انا بكلمك عليها. هنيجي هنا نبص، الكره دي هتتلعب بينيه ما بين الخطوط، ودي يبين لك بقى اللي انا بقوله لك، ان هم عندهم ما بيقفلوش ممرات التمرير. الكره تتلعب بينيه بين الخطوط، زائد ان هم عندهم اللاعب بتاعهم المهاجم بتاع اولمبيك اسفي بيلعب ما بين الاثنين مدافعين. دي هيبقى دور ناصر ماهر، ناصر منسي. ده هيبقى دوره ان هو لازم يبقى ما بين المدافعين الاثنين. هياخد كور كتير قوي بينيه من عبد الله السعيد ومحمد شحاته ومحمد السيد او خوان بزير. ادي الكوره اهي. بص عايزك قبل ما الكوره دي تتلعب او بعد مجرد ما اتلعبت، بص في اتنين واقفين في نص الملعب مش قافلين ممرات، في نص ملعب سداح مداح. بزيرة او عبد الله السعيد في الحته دي يوديك في حته تانية، يوديك خطوره حقيقيه، يوصل ناصر منسي مرتاح. بس طبعا هو هنا لعب كره طوليه. عايزك تاخد بالك بقى من حاجه، الكره الطوليه عندهم بتتلعب في ظهرهم بسهوله، وده كان باين في ماتش الذهاب. شيكو بنزا كان بياكل عيش وحلاوه بسهوله. لو كان لاعب تاني غير شيكو بنزا، حتى لو مش سريع زيه، كان هيعرف يجيب جون، على الاقل جون واحد حتى. نيجي نبص على الكره دي، تلاقي انها برضو من ناحيه الباك اليمين، تجميع لعب في الناحيه دي.
هنا هتلاقي البينيه اللي بقول لك عليها، اللي ما بين الخطوط وما بين اللعيب اللي ما بين المدافعين. هياخد الكوره، لو كان عمل الترن بدري كان ودى. هتلاقي ان الكوره برضو راحت نفس النقطه. ترحيلات كوره، لو ما فيش ترحيل صح هتلاقي عندك ان انت هتلاقي المشكله دي، ان انت اللعيب جه لوحده خالص وشاط الكوره، بس لولا تصدي الحارس. الحارس بتاعهم حلو قوي يا جماعه. تمام. هنيجي للكوره التانية، كوره طوليه برضو اللي ما بين اللعيب اللي جاي من ورا اللي بياخد الكوره وبيعمل الخطوره. هتلاقي الكوره دي كونتر اتاك من نادي الاولمبيك اسفي. هنا هبين لك اولمبيك اسفي قد ايه سيء وقد ايه اتحاد العاصمه سيء، الاثنين سيئين. بص اولمبيك اسفي عمل الكوره، قطعها، هيطلع الكوره الطوليه مظبوط، كل ده تمام، لعيب رايح مع لعيب ولعيب بيأمن وراهم زي الفل. بص هنا بقى في لعيب بتاع الاولمبيك اسفي بيجري لوحده، ولعيب اتحاد العاصمه بيجري عكسه، مع ان في اللعيب اللي جاي من نص الملعب بتاع الاولمبيك اسفي معاه لعيب اتحاد العاصمه، مفيش مشكله، بس لعيب اتحاد العاصمه ساب الوينج اليمين كله او الناحيه اليمين كلها بتاعته. فلعيبه الاولمبيك اسفي لو كان الكره دي طلعها باص صح كان جون مليون في الميه. نيجي للكرة التانية، بص معايا على الكرة التانية دي، هتلاقي فيها برضو نقاط الخطورة اللي انا بكلمك فيها. الكرة الطولية اللي اللعيب ما بين الاتنين مدافعين يقدر ياخدها، هنا اللعيب معرفش يستلمها. كل دي نمط متكرر لعيبة اولمبيك اسفي بتعمله هي ولاعيبة اتحاد العاصمة. دي الشوط التاني هيجي يبدأ، مش هنطول كتير. نفس الكرة الطولية هتلاقي لعيبة اتحاد العاصمة متأخرة او مش عارفة تضم، ولعيبة اولمبيك اسفي بتاخد الكورة. نفس الكرة الطولية لعيبة اولمبيك اسفي واخدة الكورة بس متعرفش تتصرف فيها. هنا انا لازم لعيبة الزمالك تلعب كرات طولية تاخدها، لو مش هتعرف تاخدها وهتبقى السكند بول ليهم ما تاخدهاش، ما تاخدش الريسك وتلعبها. العب بينية، انت عندك عبد الله السعيد، عندك محمد شحاتة يقدر يطلعك بسهولة. العاصمة فريق في المتناول جدا جدا جدا، لازم فرق نادي الزمالك يكون عامل حسابه على كده، لازم يبقى فاهم ان هو يقدر يكسب بسهوله. الماتش مش صعب، الماتش بقمه السهوله، وده توقعي الزمالك هيكسب، ولكن بلاش 4، بلاش تندفع عشان ما يخشش فيك جون يبقى مطلوب منك 3، تبقى صعبه قوي. في النهايه ده رايي وده تحليل للاداء. ما تنساش اخوك في اللايك والشير والسبسكرايب. يجي على